السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. أخواني إخواتي، معاكم الشيخ الروحاني أبو سلطان، معالج روحاني قوي، ولله الحمد والمنة. والحمد لله هذا العلم عندنا بالعيلة وراثة من جدي لأبوي ولي، ومستمرين إن شاء الله بخدمتكم. اليوم طبعا حابب أشرح عن أمور كثيرة وأتكلم عن أمور كثيرة ما حد شرح عنها من قبل ولا حد تكلم عنها من قبل، عن موضوع الأعمال الروحانية وأعمال تنزيل الأموال وباقي الأعمال بأشكالها وأنواعها. إن شاء الله اليوم نشرح عن هذا الموضوع كامل. الأعمال الروحانية عديدة، منها جلب الحبيب ورد الحرمة المطلقة لبيتها ولزوجها، وتنزيل الأموال، وأعمال فك السحر بأنواعها وأشكالها. واليوم إن شاء الله حابة أتكلم معاكم عن موضوع كثير الناس طلبته مني وطلبت إني أشرح عن هذا الشيء، عن موضوع تنزيل الأموال بالوقت الحالي. أي شخص يجي منصوب عليه، في كثير أنا يجوني النصب علي بالمبلغ الفلاني والنصب علي بالمبلغ الفلاني، وليش كذا وليش كذا وليش ينطلب كذا وليش ينطلب كذا، وهل القرين يستجيب ولا القرين ما يستجيب. هذا الشيء الشيخ من بداية العمل يحدده، ما في داعي بعد العمل آخر العمل والله أجي أقول لك والله أنت تطلع عليك كذا وكذا. لا، أنا من البداية أشرح لك كامل أي شيء. وإن شاء الله أنا والله ما كان بدي أنشر شيء على اليوتيوب لولا طلب كثير من الناس مني أني أتكلم عن موضوع الأعمال، أعمال تنزيل الأموال والأعمال بأشكالها وأنواعها. وهذا الباب حبيت أفتح لي أول درس إلي على اليوتيوب عن تنزيل الأموال، وكيف طريقة تنزيل الأموال، وما الشيء المطلوب لتنزيل الأموال، وهل ينجبر علي أني أجيب اللبان العماني أو أني أجيب الزئبق الأحمر أو كتف الخروف أو غيره بأشكالها وأنواعها. اليوم إن شاء الله نشرح عن هذا الموضوع. تنزيل الأموال، يجي الشخص يطلب من الشيخ الكشف، يرسل له المعلومات، نكشف له. بعد ما نكشف له نحدد له على قرينها إن كان ينزل له أموال ولا ما ينزل له أموال، وإن كان ينزل له مبلغ معين ولا عملة معينة. هذا الشيء إن شاء الله نشرح عنه. طبعا هذا المواضيع في كثير تكلموا فيها، لكن ما فيهم صدق بهذا الموضوع، كلهم كذبوا، ما عندهم مصداقية بهذا الشيء. التنزيل له عدة شروط، لازم الشخص يكون طاهر بفترة التنزيل، فترة تنزيل الأموال يكون طاهر ويكون متأكد من نفسه أنه ما عليه أي نوع من أنواع السحر، لأن هذه الأمور هي تعتبر أهم الأسباب لعدم تنزيل الأموال على الشخص. وللعلم التنزيل يتم لكل شخص، رجل ولا حرمة. وكثير من الأخوة يجي ويسألني عن موضوع التنزيل، هو حرام ولا حلال؟ وطبعا إذا حقك أنك تعرف هذا الموضوع حلال ولا حرام، لازم يعرف مصدر رزقه وكل هذه الأمور. إن شاء الله أبشركم أنه حلال 100%. والتنزيل يتم عن طريق الزئبق الأحمر واللبان العماني وكثير من الأمور بالقرآن، وينزل بكثير من الأمور. المفروض اللي بيقوم بعملية التنزيل شيخ متمكن وقوي ومتمارس هذا الشيء أبا عن جد، ويعرف أمور التنزيل، لأن ليس أي شيخ يحاول تنزيل الفلوس وما يعرف ينزل فلوس، ممكن يضر الشخص اللي قاعد ينزل له. وأنا الحمد لله أعرف نفسي، والناس تعرفني بصدقي وأمانتي وبقدرتي على كل أنواع التنزيل وبسرعتي. والتنزيل مثل ما صار معروف عندنا كل الناس إنه يتم مرة واحدة بالعمر فقط. واللي عنده أي استفسار أو يبي يعرف معلومات أكثر عن التنزيل وأمور التنزيل يكلمني، يبشر بالجواب اللي شافي والمعافي. وما هو بشرط تحل موضوعك عندي، أنا اللي يهمني أساعد الكل وأنصحكم وأدعو لكم على الطريق الصحيح. أنا أخوكم ناصحكم. المهم ما أبغى أطول عليكم بالكلام، انتظروني بالفيديو القادم إن شاء الله، راح أتكلم عن أمور كثير وأشوفكم الدلائل وأشوفكم كل شيء مع دليله. والحمد لله أهم شيء عندنا المصداقية، والإنسان يكون واثق ويكون معاملته معاملة أخ، وما هو والله اليوم أرد عليك وبكرة ما أرد عليك، هذا الشيء ما يصير.
من البداية يا أرد عليك عشان ما أعشمك بهذه الأمور، لأنه هذه الأمور والله ما يجي إلا المحتاج. وإن شاء الله لقدام نفيدكم أكثر وأكثر بالعلم الروحاني وعلم تنزيل الأموال. كان معكم الشيخ الروحاني أبو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.